السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة شهوات من السيت. نزولا عند رغبة الأخوات في الفيسبوك اللي قالوا لي شاركي معنا طريقة تحضير ياغورت في المنزل. خديت 3 لتر ديال الحليب ووضعتها في الطنجرة وحطيتها على النار وخليتها حتى فاضت مزيان، وبعد ما زولته من على النار ضفت عليه 150 غرام ديال سنيده. 3 لتر ديال الحليب ضفت عليها 150 غرام ديال سنيده وحركت عاد باش نقصت منه ايترو لاروب ديال الحليب اللي فايض، وبعد ما دفا خلطت معاه 2 حكاك ديال الياغورت وبقيت كنحرك. عاد ضفتو هنايا في الطنجره باش ينسجم الكل مع بعضياته. صافي هنايا جبت الكؤوس ديالي اللي كنت محضره من قبل وبديت غادي نعمر الكؤوس كلها بداك الحليب اللي خلطناه مع السنيده ومع الياغورت ودفى. من طبيعه الحال هذه هي الطريقه الناجحه اللي كندير دائما في تحضير الياغورت في المنزل. هذه طريقه احنا كنا معتمدين عليها دائما منذ سنين وحده كنحضروا الياغورت في المنزل. بعد ما كبيت او ملأت الكؤوس ديالي عطاتني 12 كاس عامر وكذلك قرعه ديال ايترو. صافي غادي نملأ كل شيء، بعد ما انتهيت جبت البابي الومنيوم وغلفت البلاطو ديالي او الكؤوس ديالي وكذلك القرعه وخليتهم حتى لغد ليه. صافي كيوجد الياغورت بسهوله، غير حاولوا تغطيوه مزيان. يعني الصراحه استغلوا هذه الفرصه هذه وجربوا الياغورت في المنزل بما اننا على ابواب شهر رمضان المبارك. صافي بعد ما وجد ليا الياغورت زينته بالفواكه الموسميه اللي موجوده في السوق دابا، اللي هي الموز والكيوي وكذلك الفريز. وكنت محضره الكراميل وزينت الكؤوس ديالي ببساطه وبسهوله. صافي وبالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو خليوا لي شي تعليق زوين وباش تشجعوني باش نحط لكم الوصفات السهله والسريعه والبسيطه. شوفوا الياغورت كي جا ما شاء الله، جربوه وخليوا لي شي تعليق زوين كيف العاده، والى اللقاء.